في حاجات حلوة كتير قوي على الموبايل، بس انا بخاف من الاونلاين ساعات. زمان كنت بخاف جدا اشتري اونلاين، وياما جبت حاجات كتيرة جدا طلعت بايظة، بس حقيقي بعد الحاجات الكتير ابتديت اتعلم وبقى ليا تجارب كتير في الاونلاين. عايزين تعرفوا؟ تابعوا الفيديو ده. معاكم ميري نبيل. في ناس كتيرة جدا بتخاف تشتري اونلاين، وناس في سني، ناس اكبر مني، الشباب لا. توصيل وشركات الشحن والدليفري دلوقتي بنتي بقت بتقابلهم تحت العمارة عشان ما يطلعوش البيت. يعني احنا كلنا فعلا بنخاف، وكان لينا حق نخاف، لان في الاول كانت الموضوع مبهم بالنسبة لنا، ما كانش الموضوع بالتوسع ده، كان السايد نفسه مش مفتوح بالشكل ده. فدلوقتي الشركات نفسها ابتدت تعرف ان الاونلاين ناس كتير بتلجأ له، وناس كتير بتحتاج الاونلاين لان في فوائد كتيرة جدا، وهي ان هو سهل، ان انت بتختاري الحاجة وانت قاعدة في البيت، ان احنا بنكون عندنا الاسترجاع والاستبدال في الشركات الكبيرة. طبعا دي حاجة مهمة جدا، ان احنا ما بندفعش فلوس مواصلات، ما بننزلش في الزحمة، حاجات كتيرة جدا. وبرضو لما بنكون بنشتري عبر الانترنت بنشتري حاجات بسيطة على قد ما احنا شايفين، لكن لما بنروح المكان نفسه لا، انت بتبصي هنا وتبصي هنا، فبتدفعي اكتر بكتير. طبعا مميزاته لا حصر لها، وبرضو في نفس الوقت كانت مشكلتنا في الجودة، في المقاسات، في الكواليتي نفسه بتاعت المنتج. ياما جبنا حاجات مطبخ طلعت مش حلوة، طلعت أبعادها مش حلوة، لكن الحقيقة مع تطور الموضوع ومع دخول الشركات ومع دخول الويب سايت زي أمازون، زي نون، زي جوميا، زي مثلا أي براند بقى ليه أونلاين دلوقتي، فابتدت الجروبات، حتى الجروبات الصغيرة ابتدت عايزة مصداقية الناس علشان ما تروحش تشتري من السايت نفسه. فابتدت الجروبات نقول ابتدوا فيها دقة اكتر، مش هنقول امانة يعني، هنقول فيها دقة اكتر. ابتدوا يقولوا المقاسات مظبوطة، طبعا ابتدوا ينقوا الجودة عالية، حاجات كتيرة ابتدت الجروبات تعملها. طبعا مش عايزة اقول لكم ان فوائد الاونلاين متعددة لا تعد ولا تحصى في حياتنا، بس في حاجات كتيرة جدا دلوقتي انا نفسي ابتديت اعملها علشان ما تعرضش، مش نصب او سرقه لا خالص، ما تعرضش ان انا ادفع فلوسي في الارض واخسر فيها كتير. ابتديت ابص اي منتج انا بشتريه، مثلا لو بشتري من شين لبس مثلا، ويعني انا مش بفضل قوي اللبس ان احنا نجيبه من الاونلاين لانه طبعا شكله علينا، الحاجات دي كلها حتى لو المقاس مظبوط يعني، بس هي بيكون اغلبيته حظ شويه. بس طبعا الشين ابتدت توفر، او هي عندها الميزه دي، ان انتوا تشوفوا اللبس على الطبيعة على شكل الشخص نفسه. دي مهمة جدا. بنشوف برضو الماتيريال وبنفهم تركيبتها، ودي حاجة مهمة برضو. بنشوف واخد كام نجمة، حاجات كتيرة جدا قبل ما بنشتري اللبس. بالنسبة طبعا لحاجات المطبخ، حاجات المطبخ طبعا بيكون لازم نتدقق، نكون دقيقين جدا واحنا بنشتري في الابعاد. يعني انت عندك، انا كان نفسي جدا يبقى معايا مازورة النهاردة، وهي دي عنوان الحلقة. المازورة دي بقت مهمة جدا، مش في اللبس بس، حتى لو انت بتشتري صينية، حتى لو انت بتشتري اي حاجة، هما بيكونوا قايسين بالظبط ابعادها ايه والسعة بتاعتها ايه. فالحاجات دي مهمة جدا وناخد بالنا منها. كمان حاجة، لما بتكوني تتعاملي مع جروب مش ويب سايت كبير ما فيهوش مرتجع، انت لازم تبتدي بحاجة صغيرة، يعني حاجة صغيرة تفهمي اللي قدامك هل مهتم بأدق التفاصيل في البضاعة اللي بيجيبها ولا لا. في نفس الوقت احنا ما بيكون فيها مرتجع ده بيكون مريح نفسيا. برضو دلوقتي في سايت كتير جدا وفي ناس كتيرة جدا ابتدت تعمل مرتجع، والمرتجع طبعا بيكون صعب بالنسبة للجروبات الصغيرة، بس في ناس بتضحي بده على اساس انها تشد الناس اكتر وتجيب زباين اكتر. وطبعا انا بحيي ده لانهم بيتحملوا ريسك كبير جدا من فلوسهم علشان يريحوا الناس. بالنسبة كمان لطلبات البيت، في ناس كتيرة جدا ابتدت تتجه لده، وانا واحدة منهم. نقول بقى البعد، المسافات، لما هاخد مواصلات رايح جاي، ما حد يوديني بالعربية حسب وقته، فلقيت ان في لا طلبات، وفي انستا شوب، وفي كارفور، في هايبر، في كل الماركتس كبير ابتدى يعمل اونلاين. والاونلاين طبعا بيكون
يعني ممكن نعيبه ان هو بيتاخر شويه، بس في طلبات وانستا شوب مش بيتاخر، بيجي على طول. لكن كارفور، هايبر، الحاجات دي طبعا بيتاخر، ده هو ده عيوبه يعني. ولو ان احنا دلوقتي برضو ابتدينا نجيب كل الحاجات اونلاين في العادي، يعني انت مثلا الدليفري للسوبر ماركت، للخضار، للحاجات دي كلها، احنا كلنا ابتدينا نتجه للموضوع ده. بس اهم حاجه واحنا بنشتري واحنا بنعمل اوردر واحنا بنعمل كل ده، احنا ندور على الارخص، ندور في السايد. يعني ممكن مثلا تكوني بتجيبي مثلا شوز من سايد مثلا نفس الماركه، سي اديداس، نايكي، اي حاجه، ممكن تروحي تلاقيها في نون او في امازون او في جوميا ارخص. ده بيكون هو عنده مثلا عدد كبير وهينزله في العروض وبخصومات كويسه، فنبتدي ندور على الحاجات دي، نشوف ايه الارخص، ندور مثلا نكتب في الفيسبوك مثلا، في اليوتيوب عن المنتج نفسه. في دلوقتي بقى عندنا برامج او في ناس متخصصه في ان هي بتعمل فيديوهات عن المنتجات دي، ان هي بتشرحها بمنتهى الدقه، ايه الكويس ايه الوحش. برضو نحاول ندور على الموضوع ده، يعني مش اول حاجه نشوفها هوب ندوس الزرار ونشتري، لا، احنا ندور ونبص ونشوف الارخص، ونشوف نحسب المسافه، نحسب التوصيل، لان كل منطقه ليها سعر. كل الحاجات دي نبتدي نفكر فيها ونشوف احنا هنقدر نعمل ايه. ويا رب اكون فدتكم. ميرسي قوي. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.